اليوم نهضروا على الصحبه. على بالك باللي الصحبه نتايا لونطوراج تاعك اللي تدور به هو راح يحدد المستقبل ديالك. راح تقول لي كيفاش الصحبه واش دخلها في المستقبل ديالك؟ خويا العزيز حنفهمك بامثله بسيطه. تخيل معايا انك نتايا تريح مع اصحاب دائما يهضروا على مشاريع، دائما يهضروا على الناس الناجحين، يعني دائما يهضروا كيفاش يوليو اغنياء، كيف يوليو اثرياء، يهضروا على لونطوراج كيفاش يقويوا المشاريع تاعهم، كيفاش ينجحوا، كيف يديروا شركات كبار، كيفاش يديروا التسويق تاعهم. بيان سور منا على شهرين ولا 3 اشهر تولي عندك معلومات كافيه انك انت باش تقدر تنمي روحك وتقدر تبني المشروع تاعك، تقدر دير بزاف صوالح. ما ايماجيني معايا برك، تخيل 5 اشهر 6 اشهر كيفاش تولي مع لونطوراج هذوك الناس اللي باغيين ينجحوا في حياتهم. وتخيل معايا ثان لو كان باللي نتايا تريح مع صحابك، لو كان يبقاو دائما يهضروا على دروغ، يهضروا على الشمه، يهضروا على الزطله طلعت هبطت، يهضروا على صاروخ، يهضروا على تمار راس، يهضروا على الشيرات كيف دراغيو مداما، هذاك على دار معاها العيب وهذاك وفلان وفلان. ها بيان سور باللي هنايا تولي الانسان نتايا مخالط بمجتمع سيء، انك تولي تقدر تولي تتكيف، تولي تخالط البنات، تولي كذا، يولي نتايا تعاشر صحاب اللي خطا. يعني راح نقول لكم بلي الصحبه هي اللي راح تاثر عليك مستقبلا. اعرف كيفاش تخير اصحابك، واعرف كيفاش تعيش نتايا، ودائما خمم قبل ما دير حاجه. السلام عليكم.